من الحاجات بقى الغريبة اللي أنا شفتها في الماتش امبارح بتاع الزمالك هي إن لعيبة المصري، ودي مشكلة حكم ومشكلة فار. أنا أول مرة أشوف إن لعيب بيمسك لعيب بيحضنه في منطقة الجزاء، والحكم بيدي إنذار للي ماسك واللي ممسوك. دي جديدة. يعني دي أنا معرفش إزاي الحكم يعني المسك ده لوحده بيتحسب ضربات جزاء على طول. انت بتحجز، بتقف قدام المان بتاعك. في طبعا مناوشات، بيحصل شويه مناوشات، لكن ان انت ماسك يعني لعيبه المصري امبارح، باهر محمدي والسيرد باك التاني اللي معاه ومحمد مخلوف كذا لعيب كانوا بيمسكوا اللعيبه بيحضنوها يعني. ف انا ما اعرفش ازاي حسام عبد المجيد خد نظام امبارح بالشكل ده. بس كان المفروض حكم بيتدخل في الحاجات دي، وكان المفروض برضو الفار يتدخل في كورنر اتعمل قبل ضربة الجزاء اللي اتحسبت دي. الكورنر دوت برضو اعتقد انه لو تراجع كويس كان هيبقى فيه ضربة جزاء للزمالك، لان اللعيب مش يعني حاضن المدافع بتاع الزمالك حاضنه، يعني مش محجز عليه. عايز اتكلم برضو على عمرو ناصر. عمرو ناصر ده مهاجم ما ينفعش يقعد. برضو انا مستغرب ازاي ده، مش عشان هو تسبب في ضربة جزاء ولا حاجة. طبعا تتحسب له ان هو تسبب في ضربة جزاء، ولكن هو عنده حاجة واضح انه مركز. الراجل بالهيدرز شغال، الراجل بيحضر كويس، الراجل بيفضي اماكن الوينجات بتاعت الفريق. بيعرف يحط نفسه في اماكن جوه منطقة الجزاء تعمل خطورة. آه، عمرو نصر محتاج ياخد الفترة اللي جاية دي. يعني ده انا اعتقد لو خد زي عقدية الدباغ ما خد، لا هيبقى يعني هيعمل مشاكل كتير قوي لكل الفراودة اللي موجودين في الزمالك يعني. وده كويس، كل ما يبقى فيه عدد لعيبة بتتنافس مع بعض، فاللعيب اللي بيلعب عارف ان هو محتاج يأدي افضل حاجة عشان ما التاني ما يركبش عليه، لان اللي بيركب مش سهل ان هو ينزل لك يعني. وشفناها اهو زي ما شفنا مع صبحي وعواد. صبحي من ساعة ما بدأ بيه الراجل لغاية النهاردة وهو مقتنع بيه. ضربة الجزاء طبعا كانت صحيحة 100%، وعبد الله سعيد حطها. كانت ممكن تصد لكن دخلت جون، لان هو برضو كان يعني ربنا بيكافئه على مجهوده الفترة اللي فاتت بالجون اللي هو جابه يعني في ضربة الجزاء دي.